بصي بقى، لو عندك بوتاجاز بقاله 20 30 سنه وقلتي خلاص انا تعبت منه وقدم وعاوزه اغيره، اوعي تعملي كده. تعالي هقولك اعملي ايه. طبعا انا كنت محتاره في البوتاجاز بتاعي، مش عارفه في ايه، بقاله سنين طبعا، في حاجات كتير قوي متبهدله. اختي الكبيره طبعا الله يبارك لها قالت لي تعالي تعالي، ده حاجه غاليه، انزلي هاتي قطع غيار للبوتاجاز وهنجدده كله. جبنا المهندس الله يبارك له يا رب، والفايبر من جوه كان متاكل بقاله سنين ما اتغيرش. المواسير كانت متبهدله وكانت مصديه من كتر ما هي ما اتغيرتش من سنين. نزلت طبعا هقول لك تعملي ايه. المنظف اللي انا بعمل بيه دهوت، بتروحي عند اي بتاع منظفات، بتجيبي الاتنين، عامل عرض الاتنين ب 15 جنيه، رخيص جدا. بس عايزه اقول لك بينزل على الحاجه بيخفيها تماما. ده عشان بالليمون نوعه حلو جدا. في حاجات تانية بيبقى ريحتها اقوى فبلاش منه، خدي اللي بالليمون ده. نزلت خدت العيون كلها وخدت المواسير كلها ورحت عند بتاع قطع غيار البوتاجازات. لازم تعملي كده، تاخدي القديم معاكي، لان الحاجه كلها شكل بعضها بس الاحجام بتختلف. خدي حاجتك كلها القديمه وانزلي عند اي بتاع قطع غيار بوتاجازات وغيريها وركبيها، واتفرجي على المنظر واتفرجي على النظافه. اهم حاجه علشان توصلي للي انا عملته دوت، تجيبي المنظف، لان المنظف بصراحه هو اللي ساعدنا على ان البوتاجاز يرجع كانك لسه جايباه جديد. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولا تروحي تكلفي نفسك ولا تجيبي حاجه جديده. اهم حاجه نصلي على النبي وتعملي لايك وقولي لي ايه رايك.